دكتور الأطرش حميدو، طبيب بيطري ومختص خبير في مجال تربية النحل منذ 20 سنة. اشتغلت كأستاذ جامعي وأطرت عدة أبحاث في مجال تربية النحل، كما أنه قدمت خبرة في عدة دول في مشاريع دولية في دول الخليج وحتى في دول الشرق الأوسط. تخصصت السنوات الأخيرة في إنتاج الغذاء الملكي، وقدرت نوصل إلى معدل كما نقولوا مردود كبير لإنتاج الغذاء الملكي في الطائفة الواحدة. نسعى من خلال هذه الدورات إلى نشر هذه التجربة عبر ولايات الوطن وحتى في دولنا العربية. أول سفر قمت به هي سنتين لما تعرفت على مجال تربية النحل. قررت أني نخرج من الجزائر ونحضر عدة مؤتمرات، فكانت أول سفرية رحت عن طريق البر من الجزائر إلى ليبيا إلى مصر إلى أن وصلت إلى سوريا. حضرت مؤتمر اتحاد نحالين العرب سنة 2006، وحضرت بعدها مؤتمرات كثيرة في ليبيا، في تونس، في المغرب، في ألمانيا، وإن كان المؤتمرات الأخيرة مثل مؤتمر ألمانيا كنت أنا كمحاضر، نقلت التجربة تبعي للأوروبيين. حضرت أيضا في الشيلي، وفي المؤتمر الآسيوي أخذت جائزة أفضل بحث علمي في مجال الغذاء الملكي، كما أني أخذت جائزة أفضل بحث ولا ممارسة في مجال إنتاج الغذاء الملكي في أبو ظبي في المؤتمر العربي. أيضا تجربتي في السعودية أيضا تعتبر من التجارب الجيدة، لأني بقيت في المملكة لمدة 3 سنوات. اشتغلت في مشروع تطوير السلالة المحلية، وتعرفت كما نقولوا على بيئة جديدة، سلالات جديدة، وحتى تعاملت مع عدة جنسيات خلتني نكتسب كثير من الخبرات. احنا لما أسسنا المركز الجزائري سميناه جزائري لأنه موجه للجزائريين، ولكن لقينا أنه فيه طلبيات كثيرة. فقبل أسبوعين مشينا لتونس، وقبل أسبوع مشينا للأردن، الأسبوع القادم نمشي لليبيا، بعدها إلى لبنان، بعدها إلى سوريا. فلقينا أنه فيه طلب كثير من الدول العربية خاصة هذه التجربة، فرانا نحاول ننشرها حتى في الدول العربية. بالنسبة لفوائد الغذاء الملكي كما نقولوا كثيرة ولا تحصى. فبالنسبة للنحل نشوفوا أن السر الغذاء الملكي، الملكة تأكل الغذاء الملكي تعيش 5 سنوات، النحل العادي يأكل العسل يعيش 40 يوم. فالغذاء الملكي يخلي الملكة تعيش عدة سنوات لأنها تأخذ الغذاء الملكي. أيضا الملكة تولد بشكل يومي والجهاز التناسلي تاعها متطور لأنها تأكل الغذاء الملكي. أما النحلة فجهازها كما نقولوا عقيمة ولا تلد لأنه ما تأكلش الغذاء الملكي. فالعلماء لما لاحظوا هذه الأسرار في النحل حاولوا يطبقوها على الإنسان. احنا عملنا عدة تجارب على التعاون مع الجامعات، خاصة في الجهاز المناعي. قمنا بالبحث هذا اللي أخذناه جائزة أفضل بحث في قارة آسيا على كبار السن مع جامعة تلمسان. أعطيناها للناس مسنة عندهم أكثر من 65 سنة، اللي معروف أن الإنسان لما يفوت 65 سنة كريات الدم المسؤولة عن المناعة تنقص انتشارها في الجسم وإفرازاتها وتكاثرها. فبالغذاء الملكي لقينا أن هذه الخلايا تجدد من جديد وتعود تنقسم وتنشر الأجسام المضادة وتقوي مناعة الإنسان. عملنا تجارب أخرى عند الحيوانات من أجل ملاحظة إذا الغذاء الملكي يزيد النضج الجنسي عند الأرانب وعند الكلاب. أيضا لقينا نتائج جيدة. فالغذاء الملكي مكوناته وخاصة مادة HDA حمض الهيدروكسيديكونويك يعطيه هذه القوة، ويعتبر حمض دهني اللي يخلي الخلايا تتجدد وتعيش لفترة أطول. الغذاء الملكي ينصح به أيضا في الجهاز الدموي لأنه يخفض الضغط الدموي، يخفض نسبة الكوليسترول. بعض حالات فقر الدم ينصح بالغذاء الملكي لأنه يزيد نسبة الهيموغلوبين لأنه فيها الحديد وفيه بعض الفيتامينات. فالغذاء الملكي مفيد أيضا للجهاز العصبي لأنه يخليك تحس بالسعادة ويقوي الذاكرة لما فيه من فيتامينات B1، فيتامينات B5. فيه كمية هائلة من الأحماض الأمينية الأساسية، حوالي 18 حمض أميني أساسي، من بيناتهم التريبتوفان اللي عندها دور أنها تتحول إلى سيروتونين واللي تعطي النوم العميق والهادئ للإنسان. فالمكونات الغذاء الملكي جعلت فيه قيمة كبيرة في عدة أجهزة في الجسم الإنسان. بالنسبة للغذاء الملكي المحلي فمعروف بالجودة تبعه كما قلنا، وعملنا عليه تحاليل وجربناه وأعطانا نتائج.
أما الغذاء الملكي المستورد فهو غالبا يكون إما قديم، إما منزوع مادة ال HDA، إما طريقة إنتاجه لا تحترم شروط النظافة، وتغذيته تكون طريقة غير طبيعية، فتكون جودته أقل. بالنسبة للغذاء الملكي تقدر تقول العوامل المناخية أو التأقلم مع التغيرات المناخية هو اللي خلانا نتوجه له، لأنه السنوات الأخيرة، نقول 10 سنوات الأخيرة، مع نقص الأمطار والتذبذب في سقوط المطر، نقص الإنتاج تاع العسل، والنحال عاد كما نقولوا أحيانا لا يقوم بالإنتاج الكمية الكافية اللي تغطي مصاريفه، فاضطرينا إلى التأقلم ولا الصدابتي مع التغيرات المناخية، وشفنا كما نقولوا بعض الطرق ولا بعض المجالات اللي تقدر تخلي النحال يربح فوائد مادية، بالإضافة إلى ما فيه من فائدة الغذاء الملكي للإنسان والصحة.